عفشنا ودخلنا غرفة الحمام المنعزل الذي عنده صانكم الله. والصباح قلنا يلا بنتحرك البيت. قال اعذروني جت لي حالة سرطانية طارئة في حجة، يعني واحد في السرطان وحالة طارئة بيصير يشوفه. قال ضروري يصير الآن فسوي مقابلة معه. قلنا وكيف نسال البيت؟ قال برجع في نفس اليوم يعني المغرب وأنا هنا، أنا دا أصوره هذا وأجي. قلنا طيب. رجع قال شوفي أنا مصور حقي بصراحة ما خليته يجي، حين أنت في البيت هنا ما يصبرش يعني، حين أنت مكالف خليته يريح، لكن لن تنبات تفعلن خير وتصورني قد أنت تكسب لك الأجر. قلنا يلا إنسان قد فعل معنا خير وفعل معنا هذا المعروف واستأجر لنا البيت هذا بنرد لها الجنيه يا على قد زي أبي مش مشكلة. رحت أنا وأمي لا حجة على أساس نصور الحالة، وحين نرجع بنرجع للبيت حقنا. لما وصلنا لحجة شفناها عبر من حجة ما وقفش. قلنا لو وصلنا حجة أني عدسي. قال الحالة نقلوها لها صنعاء ومدري ويش. قلنا يلا بالخير. قال خلاص انت معي قد انت في الطريق خلنا نواصل. كان ما قد هذا كملنا ونرجع في نفس اليوم لا تقلقنش. قلنا سافر خيرة الله قد احنا في الطريق. وصلنا صنعاء العشية الساعة على ما أظن 9. لو ما قد احنا في صنعاء قلب هذا الخبر هذا كله انقلب. قال الحين قد انتن في صنعاء قد انتن في بلادكن، أعذر إني أنا ما بقدرش أتكفل فيكن وأنا ما أعرفكن ولا أصرفكن ولا شيء. أش يقولوا الناس علي؟ قلت يا ابن الناس يعني إيش اديتني لهنا على أساس إيش؟ قال اديتكن لهنا أنا بصراحة عاد أنا فكرت في الموضوع إنه كيف أتكفل فيكن وأنا ما أعرفكنش. أش يقولوا علي الناس؟ عاد أنا غير فكرت ذا الحين. قلنا له كيف تدينا لهنا وتفعل بنا هكذا قال والله أعذرني ما بش معي حل إلا إنه يا نزلت في بلادك أو حل ثاني ما أنتي تتزوجين اللي هي أنا اللي أنا بمقام بنته. يا نزلت بلاد أنت في بلادك يا نزلت لكن هنية أو أن أنتي تتزوجين. قلنا غيرت الله كيف بطايقنا وعفشنا وكل شيء عنده في الحديدة. إحنا في صنعاء قد الدنيا لي لا معنا لا ملجأ ولا مسكن ولا صديق ولا قريب. قلنا كيف نفعل يعني كيف تدينا لهان وتكذب علينا وكيف تخلينا نجي للحديدة أساسا تكذب علينا. رجع قال والله أنا ما أقدر أنا عاد أنا غير فكرت ذا الحين بالموضوع إنه كيف أتكفل فيك. قلنا ما عاد تكفل شيء أنت عاد دخلنا البيت عاد تفسدي وظيفة شاكم أشتغل أنا على نفسي. قال والله أعذرني ما بقدرش والله ما معكن إلا حل واحد إن هي تتزوجين يا نزلتني بنت في بلادكم. ومسكنا باليد الذي توجعنا مكالف آخر الليل في الشارع وجوارع صنعاء لحالنا شعير الناس علينا. قلنا خيرة الله قدر الله ما شاء فعل. بتزوجوا ولا البهدل انت بهدل انا وامي عجوزة كبيرة في السن في الشوارع مكلف وحيدة في الشارع. قلت يلا وافقت ان انا اتزوجها. قال لي كان بشرط ما بش معي لا شرط ولا مهر ولا معي حتى حق محبس ولا دبله ما معي الا حق الامين الشرعي. قلنا كيف؟ قال خلاص. قلنا قدر الله ما شاء فعل توكلنا على الله وافقت واني تزوجته بلاش. صرنا بنفس الوقت خلى المصور حقه صدام الدوح لأنه أنا على ما قلت لكم إني يتيمة الأب وما بش معي أخوة الله يرحمه فيما وما بش معي عمو. وخلى صدام المصور حقه صدام الدوح اللي بيصوره اتصل له وخلاه يجي أوكله بنفس اليوم بنفس الوقت عقدنا. خلاه إنه يجي على سبيل إني أوكله بعقد الزواج حقي لأنه ما بش معي أنا أخ أوكله وكلت صدام. وودانا لعند الأمين الشرعي ورحنا في نفس الوقت وكلت صدام وعدت لنا صدام من نفيه. والشهود يحيى القاضي ابن عمه ويحيى كمان الثاني هو القاضي ابن عمه عيال عمه الاثنين الشهود الذي شهدوا. ويلا كملنا وعقدنا ورجعنا الحديدة بنفس اليوم. روحنا الحديدة بنفس اليوم على أساس إنه عيل رجعنا البيت الذي اتفقنا عليه اللي بشري. يوم رحنا في الحديدة قلنا خلاص ظلنا نقول الآن ما عاد ننتظرش. قال ما عاد 6 شهور أصحاب البيت هذا الذي ب20,000 ما عاد 6 شهور هم، لكن ما دام قد انتي مرتين عاد استأجر لك انتي الشقة الذي جنبي.
طبعا أنا مدخل الشقة هذه اللي عايز استأجرها وحكى الشقة مدخلهن واحد. قلنا تمام. بعد ما استأجرها وسكننا بعد زواجنا بكم يوم استأجرها، وما عاد سديت أنا وياه من كثر الأهان والضرب، حنكت وجلست أتابع وإنه ما بش فايدة بعده، ما بش أمل. يعني شرد بنا في الحديدة. آخر حاجة أنا تعبت، قدمت شكوى لقسم 7 يوليو. والله كانوا يفعلوا جهدهم، لكن المشكلة إنه قلت كان يهرب، ما كان شي يواجه، كان يهرب. لا مرة جو يدوروا على ما لقوا لا باصة، هو مخباه في الشكو، وكان يجاوبهم سلطان مفتوح، كان يقول ما بحدوا. بس الباص حقه حجزوه يمكن أسبوع وهو محجوز عندهم في قسم 7 يوليو. ورجعوا خرجوا مقابل أنا أتنازل يعني عن القضية مقابل طلاقي، وأنا تنازلت على القضية هذه على حسب طلاقي وخليته يطلق وطلقني مقابل إني أخرج باصة. ورغم إن أنا واحمل بابنه، حامل بابنه، شرد بنا، وذي الحين مشردت أنا أمي في صنعاء عفشنا في الحديدة. طبعا صاحب البيت